نعم. يقول له في البك: هل إذا كان المنكر علنا ينكر علانا أم ينفرد بصاحبه؟ نعم. إذا كان المنكر علنا من شخص مثلا في أوساط الناس قال كلمة نسبها ربما إلى الشرع أو فعل منكرا تنكر عليه في الملأ، لا بأس، لا بأس، ما لم يكن سلطانا أو ولي أمر، فإن الأمر يختلف ولا يجوز أن تنكر عليه علنا، لا في غيبته ولا في حضرة الناس، لا تنكر عليه علنا. ولكن يمكنك أن تنكر علنا في حضرة الناس إذا كنت عالما مهابا وغلب على ظنك أن يستمع منك، وطبعا سوف تسلك إلى ذلك الآداب المعروفة. هناك من العلماء من هو مهاب، نعم، وهذا ربما يقل في زمن هذا، أو أقول ينعدم أن يكون العالم بهذه المنزلة بهذه الدرجة، وهو في هذا إذن لا يحتاج إلى مثل هذا التوجيه الذي أذكره أنا الآن. قلت في حضرته، وإنكار المنكر على ولي الأمر ليس كما نتصوره، بل هو مجرد وعظ وتذكير. هذا معنى إنكار المنكر عليه، وعظ وتذكير. نعم. وما معنى وعظ وتذكير؟ بمعنى أن الإنسان يقول له أن الله عز وجل توعد فعل كذا بكذا وكذا، وربما ذكر آية أو حديث أو نحو ذلك مما يعلم أن أي شخص إذا ذكر له ربما لا يرده. قلت هذا إذا كان في حضرته وكان العالم مهابا، نعم، عند هذا الأمير وهذا السلطان يمكن أن يكون شيء منه. نعم. وقال: وأما إذا كان من عامة الناس فلا بأس أن ينكر الإنسان عليه علنا أمام الناس، سيما إذا كان المنكر علنا. وأما إذا كان غير علن الأفضل في النصيحة دائما وفي النهي عن المنكر أنه يكون بينك وبين الشخص الذي تنكر عليه. نعم.